كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن أن الحرفين الملتقيين إن كانا متماثلين والأول ساكن وليس بحرف مد فلا بد من إدغام الأول في الثاني، لأن العرب كانت تفعل هذا. أحب أن أنبه أن هذا الأمر الإدغام في المتماثلين يعني ما هو أحكام قرآن، هذا أحكام لغة. يعني حتى المتكلم العادي إذا كان يلقي خطبة أو يدرس أو يلقي كلمة باللغة الفصحى أو يقول شعرا، لابد إن جاءه في نطقه حرفان ملتقيان أن يدغم الأول في الثاني، وإظهار الأول عند الثاني لحن يعني خطأ لغوي، فضلا عن أن يكون خطأ قرآنيا. النوع الثاني كما أسلفت في الحرفين الملتقيين أن يكونا من المخرج نفسه ولكن بينهما اختلاف في بعض الصفات، وهو ما سميناه الحرفان المتجانسان، يعني هما من نفس الجنس. هذان المتجانسان إن كان الأول ساكن فلا بد من الإدغام في 8 صور، في 8 صور سنذكرها إن شاء الله تعالى، منها موضع اتفاق ومنها يعني في بين القراء في خلاف سنذكره إن شاء الله. هذه الصور ال8 سنراها في اللوحات التالية. اللوحة التي أمامنا تبين الحرفان المتجانسان هما الحرفان المتفقان في المخرج والمختلفان في بعض الصفات. لاحظوا أنني أقول بعض الصفات، بعض المصنفين المحدثين يقولون والمختلفان في الصفات، هذا كلام غير دقيق، لأننا لو قلنا مختلفان في الصفات لدخلت الصفات أجمعين، وليس المتجانسان مختلفان في كل شيء، مختلفان في بعض الصفات، فهذه العبارة دقيقة وتطابق الواقع. فإذا التقى حرفان متجانسان والأول منهما ساكن، دائما نؤكد أن هذا هو الشرط، سكون الأول، وجب الإدغام. لاحظوا كلمة وجب، إذن أيضا هذا فاسد لغة إن أظهرنا. من يظهر الأول من المتجانسين الصور الآتية معنا الآن هذا لحن لغة، فضلا عن أن يكون في القرآن. نحو قد تبين، قد تبين، عند الإدغام ماذا تحدث؟ قد تبين، فلا يبقى للدال أثر في النطق، ننطق تاء مشددة هكذا قد تبين، ولا يبقى للدال أثر. متى تظهر الدال؟ إن وقفنا على الكلمة الأولى، يعني لو وقفنا أقول قد، لكن لو وصلنا قد تبين. نعم. وينحصر إدغام المتجانسين في 8 صور من التقائهما، وهي: أولا الذال في الظاء، طبعا نحن نعلم بأن الذال والظاء من المخرج نفسه، وكذلك معهم الثاء، فلما يأتي نحو قوله تعالى إذ ظلمتم، إذ ظلمتم، الذال مرققة والظاء مفخمة. تصوروا لو أننا أظهرنا، حاولوا أن تنطقوها مظهرة من باب التجريب ليس أكثر. إذ ظلمتم، إذ ظلمتم، هل لاحظتم الثقل؟ هل لاحظتم الصعوبة؟ لكننا لو حولنا الذال إلى الظاء فقلنا إذ ظلمتم، إذ ظلمتم، لا شك بأن هذا أسهل. إذا دائما الله يسلمكم القصد من الإدغام بل وحتى الإخفاء الذي سيأتي معنا، كل عدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل. هي قاعدة لغوية الله يسلمكم، كل عدول عن الإظهار إلى غيره، سواء كان هذا الغير إدغاما كبحثنا هذا أو إخفاء كما سيأتي معنا في أحكام النون والميم، فهو عدول إلى الأسهل. إذن تنطق هذه الكلمة إذ ظلمتم. نعم. الحالة الثانية إدغام الدال في التاء، نحو قد تبين، قد تبين، فلا يبقى للدال أثر إن وصلنا. إذا وقفنا تظهر الدال فنقول قد، وحتى إذ ظلمتم لو وقفنا على الكلمة الأولى نقول إذ بذال مرققة. الحالة الثالثة إدغام التاء في الدال، كقوله تعالى أثقلت دعوى، أثقلت هي أصلها أثقلت بتاء ساكنة، تاء التأنيث الساكنة، دعوى فعل ماضي آخره ألف التثنية، فإذا بدنا نقول أثقلت دعوى، جربوها، أثقلت دعوى
فيها ثقل لأن اللسان ينتقل مرتين إلى المخرج نفسه. لكن لو حولنا التاء إلى دال وأدغمنا الدال في الدال فقلنا أثقل الدعوى فإنها تكون أسهل على الناطق وأخف على السامع. التاء في الدال. المثال الرابع أو بالأحرى الحالة الرابعة إدغام التاء في الطاء، نحو قوله تعالى فآمنت طائفة. لو وقفنا على فآمنت نقف بالتاء فآمنت، لكن لو وصلناها لو أظهرنا نقول فآمنت طا، آمنت طا. هل رأيتم الثقل؟ فالعرب كانوا ما يفعلون ذلك، بل يحولون التاء إلى طاء ويدغمون الطاء في الطاء فيقولون فآمنت طائفة، فآمنت طائفة، هكذا بطاء مشددة. هذه 4 حالات من الحالات الثمانية، وهذه الحالات التي ترونها أمامكم موضع إجماع من العرب لا مخالفة فيهم، وطبعا ومن القراء من باب أولى، ولا أحد من القراء 10 يغير شيء من ما ترونه أمامكم في هذه اللوحة.